عايز اعلق على موضوع اشرف حكيمي في اكتر من زاويه. القاعده العامه في الكوره انه اي مدرب كبير ينجح في اي مكان، واي مدرب عنده فلسفه يقدر يشتغل في اي مكان، ومش بالضروره يكون عندك خبره افريقيه علشان تدرب في افريقيا. الموضوع ده قتل بحثا. لكن كاس العالم المدرب الوطني غير. حكيمي كان عنده من الشجاعه اللي يرد بيها على الصحفيين في مقارنه كانت مغرضه ان صح التعبير ما بين خليلوزيتش وبين الرجراجي في وجود الرجراجي. سؤال خبيث يعني. واختصر حكيمي الموضوع بانه هنا عيله. نشكر وحيد خليلوزيتش على ما قدمه للمنتخب المغربي، لكن احنا هنا عيله. وفسر كلمه عيله بانه الراجل ده جه في وقت صعب، في وقت قليل جدا، قدر يكون من اللعيبه دي عيله بتتحمس، مشاعر عاطفيه فريده من نوعها. الراجل ده بيروح يحمس الجماهير. الراجل ده، ودي نقطه مهمه جدا وفي رايي الاهم، جاهز للدفاع عن اللعيبه في اي مؤتمر صحفي قدام اي نوع من انواع الميديا. شويه شخصيه جوزيه مورينيو في التعامل مع الاعلام. الرجراجي تعامل حتى لو وصل لمرحله التنشنه، دفاع مطلق عن اللعيبه، تحمل المسؤوليه، خلى فيه عاطفه وخلى فيه زحف جماهيري عظيم للمغرب في المدرجات وفي كل الدنيا. لكن الزياده هي اللي جايه. نسمع الرجراجي علق على مساله المنافسه الافريقيه على كاس العالم والتواجد الافريقي في كاس العالم باي طريقه، عشان دي مهمه جدا جدا جدا. فنسمعه وبعدين نعلق عليه. أريد القول أنني لست هناك سياسي. نحن نمثل المغرب، وبكل وضوح المغرب والمغاربة هم أولوياتي، لكننا أيضا أفارقة كما السنغال وغانا والكاميرون وتونس، لذا نأمل أن نرفع الراية الأفريقية عاليا. عادة ما توصف الكرة الأفريقية بأنها دون المستوى وليست بجودة الأماكن الأخرى، لكن في هذا المونديال أعتقد أننا أظهرنا قدرتنا على مجاراة الجميع. نتحدث عن منتخبات أوروبية ولاتينية، وآمل أن نرى منتخبات أفريقية أكثر في المستقبل، ولم لا بطلا أفريقيا لكأس العالم. آخر كلمتين. لما صلاح ابتدى في أوروبا وبقت الدنيا مع صلاح واضحة إنه في حاجة عظيمة بتجهز، قلنا ليه ما نحلمش إن صلاح يكون بطل بالون دور، منافس على بالون دور، منافس على جايزة ذا بيست؟ ليه لأ؟ لكن دي أول مرة نسمع فيها مدرب عربي يتكلم بلهجة إنه لما لا يكون بطل العالم منتخب أفريقي. المانع يعني؟ السعودية فازت على الأرجنتين، المغرب فازت على بلجيكا، تونس فازت على فرنسا، مفهوم إن في ظروف لكن ده تحقق. كوريا فازت على البرتغال، اليابان فازت على أسبانيا وعلى ألمانيا. في ظروف مختلفة بالنسبة للمجموعة اللي قلتها. ايه المانع ان يكون الراجل ده مع منتخب بلده او اي منتخب افريقي، السنغال مثلا، منافس على اللقب؟ طريق يخدمك احيانا. الواقع مفهوم انه حاجة، لكن الدفعة المعنوية بتقول حاجات تانية. الارجنتين النهاردة اللعيبة اللي حوالين ميسي بيلعبوا عشان ميسي. في شعب وفي لعيبة، الاتنين عايزين الراجل ده ياخد كاس العالم. وده اقوى من اي تكتيك. قوة الدفعة في ظهر اللعيبة اقوى من اي حاجة. عشان كده انا مراهن رغم انه على الورق اسبانيا هي اسبانيا وانريكي هو انريكي، ومتوقع انه اسبانيا مباراة المغرب مختلفة تماما عن اي حاجة، لكن اثق ان الراجل ده مع مجموعة اللعيبة اللي معاه هيعملوا مباراة تاريخية بغض النظر عن النتيجة. ان شاء الله المغرب تكسب، لكن بغض النظر عن النتيجة انا اثق في قدرات هذا الرجل، ومعجب جدا 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 بالجرأة اللي فيها وليد الرجراجي.